لهيب الحرب لا ينطفئ في شمال مقديشو. تطور جديد تمثل بسيطرة الحزب الإسلامي وحركة الشباب المجاهدين على فندق كلوبل شمال العاصمة بعد معارك عنيفة دارت رحاها ضد القوات الحكومية واستمرت لأكثر من أسبوع. أهمية هذا الفندق تكمن في موقعه الاستراتيجي، حيث لا يبعد عن القصر الرئاسي أكثر من كيلومترين، وسيطرة المعارضة عليه سيمكنها من التحكم في أهم التقاطعات المؤدية إلى القصر، أمر سيؤدي بلا شك إلى تضييق الخناق على حكومة الرئيس شريف ويضعف من قدرتها على مواجهة الهجمات التي تشنها المعارضة الإسلامية. هذا التطور يأتي بعد ظهور وزير الدولة للشؤون الدفاعية الصومالي في نفس الفندق في محاولة منه لتأكيد سيطرة الحكومة على هذا الموقع الاستراتيجي. نحن بإذن الله نسعى للتخلص من هذه الفئة التي استحلت دماء الشعب الصومالي وكفرته. الحكومة الصومالية لم تتوقف منذ اندلاع القتال عن القول بأنها تخوض حربا ضد مسلحين أجانب يقاتلون في صفوف المعارضة الإسلامية، لكنها تعرض الآن أمام الصحفيين صورا تقول إنها لمقاتل أجنبي قد يكون يحمل الجنسية الأفغانية أو البنغالية، وتقول إنه كان يقود المعارك إلى جانب الحزب الإسلامي. يقود المعارضة رجل يدعى أبو منصور الأمريكي، وهو مسيحي يلبس الصليب، وسنعرض للصحافة قريبا صورة هذا الرجل ومعه الصليب. غير أن الحزب الإسلامي يرفض هذه الاتهامات ويصف ما تعرضه الحكومة من صور بأنها دعاية رخيصة وتزوير في صور تعود لمقاتلين صوماليين. هناك أحياء في العاصمة يعيش فيها سكان مقديشو الأصليين وهم بيض، قصفوهم بالمدافع وقذائف الهون ثم عرضوهم للإعلام بدعوى أنهم أجانب. هذه فرية كبيرة ودعايات رخيصة. تتزامن هذه الاشتباكات مع عودة الرئيس الصومالي إلى مقديشو وانتهاء مهلة الأيام الخمسة التي حددها أمير حركة الشباب، وهو ما يشير إلى احتمال توجه الأطراف نحو التصعيد العسكري لحسم الموقف كل لصالحه. فهد ياسين، الجزيرة، مقديشو.